السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بألف خير يا رب. هنا بقى اقول لكم يا مساء الفل والياسمين على حبايب قلبي الغاليين، لاني هنا ما كناش الصبح. هنا كانت حوالي الساعة 12 كده، 12 ونص. كندا نامت، فقلت اقوم كده اتعمق في المطبخ، لاني لما بصحى الصبح بصراحة الاقي المطبخ نضيف، بتبقى ليها احساس تاني خالص. ان انت تصحي الصبح كده تدخلي المطبخ، والله العظيم انت بتجوعي اصلا وانت شبعانه، ان انت اللي هو انت بتحضري اصلا الفطار او كده. انت المنظر مخليكي شبعانه لوحدك اصلا. انا مش عايزه افطر عشان ما وسخوش. عارفين انتوا احساس تاني بصراحه. قلت لا، هقوم انضفه طبعا، لاني انا ما بنضفه وهي كنده صاحيه بيبقى الموضوع رخم قوي 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 قوي، وخصوصا بالليل. اللي هو انا يعني انا مش عارفه اسمع حتى صوت الحنفيه من كتر صوتها. مش فاهمه ليه بيجي عليها بالليل بتهايبر هايبرت السنين بصراحه. فهنا كنت نيمتها بقى، وقمت نزلت طلعت كان في غسيل في الغساله، كنت مشغله عليه واحنا بنتعشى، فالحمد لله لقيته خلص. وقمت بقى طلعته ورحت قلت ارص غيره. وحتى لو اشغل عليه مثلا على لو قلقت الفجر مثلا كده، الصبح بدري، عشان انا مش بشغل الغسالة بتاعتي غير هي مرة واحدة في اليوم. طب ليه؟ لا، عشان انا خايفة عليها، لاني ديت تاني غسالة ليا. الغسالة الاولانية اللي انا كنت مفروض اصلا متجوزة بيها، آم، ما كنتش بكتر عليها والله، بس كنت بغسل مرتين في اليوم مثلا. فكان الموضوع معرفش بقى تقيل عليها ولا كان في ايه اللي غلط. انا مش عارفة بصراحة، بس لقيتها باظت. يعني انا كانت الغسالة الاولانية بابها من فوق ما كانتش زي دي. فاهمين؟ عارفين الغسالة اللي هي بابها من فوق طبعا، عارفينها. هي ديت. فانا كان المهم ان احنا كان يعني كنت انا اول ما اتجوزت كانت العمارة كلها على مواسير واحدة، يعني كان العمارة كلها بتاعتها على مواسير واحدة. ما كانش كل واحد مواسير والجو ده، كانت كل واحد على مواسير واحدة وعلى موتور واحد. فكان في ساكن فوق مني، ال- السخان بتاعه تقريبا في حاجة بايظة او حاجة. المهم كان بيسرب مية سخنة، يعني كانت بتوصل لي في جميع الحنفيات عندي وكده، كانت بتنزل لي المية السخنة. فالمهم ان انا شغلت الغسالة. عايزه اقول لكم انا يعني ماما كانت عندي داخله بتبص كده، لقيت بخار طالع من الغساله. راحت ماما اتخضت، وانا كنت لسه حامل جديد وكده، فبقت تزعق. انا قمت اتخضيت، ان انا افتكرت في حاجه. وماما عماله يا لهوي الحقيني الحقيني، يعني هي مش عارفه تعمل ايه يعني من كتر ما اتخضت من كميه البخار اللي طالع منها. احنا قلنا الغساله بتولع، فاتخضينا. فعشان كده بقى راحت ماما قالت لي ايه، اتخضت يعني وفضلت تزعق وكده. رحت ابص لقيت البخار جامد، ففصلتها بسرعه وبقيت عماله اشم من ناحيه الكهرباء. انا قلت الكهرباء بتضرب، يعني في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، ايه اللي بيولع في الغساله؟ اتضح ان الميه نازله سخنه نار. بصوا مش قادره اقول لكم، قسما بالله بوظت لي كل الغسيل اصلا اللي كان في الغساله. لان انا حتى ما كنتش حاطه قطنيات، انا كنت حاطه حاجات اللي هي ستانيات وحاجات كده. كلها باظت، كلها باظت والله العظيم. اللي كرمشت واللي انكمشت واللي اتلسعت وباظت. انتوا عارفين طبعا ان الاقمشه ديت بيبقى لها درجه حراره معينه، فديت الحراره كانت تقريبا فوق التسعين اصلا. فكانت صعبة قوي والله كمية البخار. والله يعني ماما كانت قاعدة في الأوضة بتبص كده بالصدفة، يعني لقيت البخار طالع، فهي خارجة بتشوف البخار جه منين، فجبني الغسالة. فعشان كده بقى في الغسالة طبعا كان نوعها توشيبا. فاتصلت كذا مرة بالشركة، وكانت لسه في الضمان بقى يصلحوها ويجيبوها لي، يصلحوها ويجيبوها لي. وتبوظ تاني وكده، فاهمين؟ زي في حاجة باظت انا مش عارفة هي ايه. فبعد كده خدوها بقى مني، قعدوها 4 ايام وجابوها لي. وقال لي خلاص كده بقى، ما الضمان بتاعها خلاص انتهى. فلو كده هتصلحيها تاني على حسابك. صلحتها والله، وبعديها يعني دفعت مبلغ، وفي الاخر قعدت بالظبط اسبوع والله العظيم، ولا قبليه ولا فتحتيه، يعني لا فوقيه ولا بعديه، هو اسبوع بالظبط وباظت تاني. فاللي هو بقى رحتي لا، قلت لا كده كتير، حرام يعني. اصلا ايه ده؟ انا افضل ده انا دفعت فوق حقها.
رحتي قلتي بقى لا خلاص، رحتي ماسكاها يعني خلاص استبعدتها تماما، والله اديتها اللي هو بتاع الروبابيكيا اللي بيعدي دوت. واشتريت بقى دي، فمن ساعة دي بقى ما جبتها، لاني عانيت بصراحة، لاني كانوا لما بياخدوها احنا بنقلع كل شوية وكل يوم، وطبعا كل ده في البيوت كلها، ان الغسيل كتير. يعني اكيد مش عندي انا بس، كلكم الغسيل في البيوت بيبقى كتير، بتقلعوا كل شوية وبتغيروا كل شوية. ف فالغسيل بيبقى كتير، فاللي هو انت ياخدوها 4 ايام صعب، وان هم بياخدوها ييجوا يشوفوها، لا هو الفني بيجي يبص عليها وبعد كده يقولك يومين وهاجي اصلحها لك، بكره هاجي اصلحها لك، بكره دي بتاخد يومين، فاللي هو برضو بتقعد 3 4 ايام، فالموضوع كان صعب، فاهميني؟ فعشان كده بقى ديت انا محرصة عليها وخايفة عليها. بصوا يعني بنتي التالتة، خايفة عليها من كل حاجة. بس فهي غسلة واحدة في اليوم وكتر ألف خيرها، وابوس ايدي وش ودقن، حلو كده. فعشان كده بقى مخلية بالي منها. بس هنا كده كنت خلاص اهو رصيت الغسيل، ودي كانت قصتي مع الغسالة يعني. خلصت الغسيل وحطيت وصبنت المواعين. وهنا كنت خلاص اهوت الكيس اللي انا حطيته في الحله دوت الحب بتاع البليله. كنت عندي بليله يعني، بس كانت الكميه كبيره فقسمتها مستويه وحطيتها في الفريزر. فهنا كنت طلعته وقلت اسيبه في الحله يفك يعني، وابقى اعمله. بس مش هعمله بليله بصراحه، يعني مش هعمله حاجه نشربها. بليله ما بتشربش غير سخنه، والجو بصراحه مش مستحمل اي سخنيه. فقلت هعمله زي عاشورة كده، تحط في التلاجة تتاكل ساقعة كده، ترطب علينا شوية. كنزي بتحب الرز بلبن، وكندا بتحب الرز بلبن، فقلت ايه ديت كبديل، والحب العاشورة يعني مغذي، فقلت اعمله لهم. وهو كان عندي زاحمني الفريزر بدون سبب، او بصوا كده كنت سايباه بيفك. انا كنت خلاص خلصت المطبخ، وكنزي قالت لي ما كانتش كنزي نامت طبعا، قالت لي يا ماما انا عايزه اكل بلح بسمنه، فبنحبه يعني، احنا بنحبه البلح ابو سمنه. فقلت لها خلاص تمام، فقعدت عملت لها، وعقبال ما خلصته كانت هي نامت، يعني عقبال ما فصصت البلح ومش عارفه ايه وكده كانت هي نامت. فما عملتولهاش، فضل على البوتاجاز والله. بعد كده حطيته في التلاجة، والصبح قلت اعمله لها. لما نصحى الصبح هبقى اعمله لها تفطر بيه، عشان هي كانت عايزه تاكله. انا ببقى متضايقه ان هي بتطلب حاجه وفجاه تنام، فبحس ان انا ضميري مأنبني ان انا لا كنت عملت لها هي الاول. بس هنا كنت حطيت عليها اللبن وحطيت السكر وحطيت لبن بودر. بس اول ما ابتدت بقى تغلي، انا وريتها لكم وهي بتغلي، بس للاسف الكاميرا مش موضحاها قوي. حطيت حبه لبن بمعلقتين النشا. اهي اول ما ربطت بقى كده وتقلت، رحتي اهو بقيت ابتديت اغرفها. بس وهو ده روتيني المسائي. شفت روتين رايق ازاي؟ اهم حاجه المطبخ بالليل، اهم حاجه في الليل المطبخ. بس فانا كده كنت خلاص اهوت، اهم حاجه ان انا شطبت المطبخ، وصحيت الصبح لقيت الدنيا رايقه. بس اكيد هصحى الصبح هسيب هسيب الحله طبعا ديت